الآلاف من الصور والمؤلفات والأدوات العلمية التي تكشف للزائر عن التطور التاريخي للبنيات التحتية الاستشفائية على مستوى الجهة. مركز استشفائي جامعي يعد المركز السادس من نوعه الذي يوفر خدماته على مستوى المملكة، إلى جانب المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بجهة مراكش آسفي، والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بجهة الشرق، والمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بجهة الرباط سلا القنيطرة، والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بجهة الدار البيضاء سطات، والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بجهة فاس مكناس. ويوجد مركزان استشفائيان جامعيان آخران في طور الإنجاز بكل من أكادير والعيون، فيما تمت برمجة 3 مراكز استشفائية جامعية أخرى بكل من مدن الرشيدية وبني ملال وبلمين. وكان جلالة الملك حفظه الله المرضي والخلوي والوراثة البشرية والوراثة الخلوية والطباعة ثلاثية الأبعاد ومعدات طبية. المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة يتوفر أيضا على الجناح المركزي للعمليات الجراحية ب 31 قاعة، مجهز بمعدات وتجهيزات من الجيل الجديد. كما يحتوي على صيدلية استشفائية مركزية يعتمد تدبيره على نظام معلوماتي مندمج، ما يمكن من توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية من الصيدلية عبر روبوت التخزين والتوزيع على المريض بمختلف المصالح الاستشفائية، بالإضافة إلى فضاءات للتنشيط العلمي البيداغوجي والتكوين، وقاعة كبيرة للمؤتمرات ومهبط لطائرات الهليكوبتر ومرافق تقنية وإدارية. لبنة جديدة تعزز مسار التربية المستدامة بجهة طنجة طوان الحسيمة، وتسهم في عملية تطوير وتحديث منظومة الصحة الوطنية، كما تقدم دعما كبيرا للجهود الرامية إلى تعزيز وتحسين خدمات الرعاية الصحية وتقريبها من المواطنين، ويطمح إلى مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الجهة، وهو ينسجم مع أهداف البرنامج الطموح والواعي طنجة الكبرى الذي يحظى برعاية ملكية دائمة ويجسد العناية الفائقة وأوفياء بمناطق شمال المملكة. وبرنامج طنجة الكبرى يولي مكانة متميزة لتطوير العرض الصحي بالجهة، ويضاف إلى مختلف المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك بحاضرة إشعاعها وجاذبيتها الإقليمية والدولية.